يا صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده هنعمل قراقيش اقتصاديه، بس لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. هنعمل قراقيش اقتصاديه بملبن وعجوه. طبعا النهارده بقى هوريكي الكميه اللي احنا هنعملها ديت. ما شاء الله بصوا عملت معانا قد ايه. نزلت جبت 1.5 كيلو دقيق ليا وكيلو دقيق لست الحبايب، ربنا يخلي لنا يا رب امهاتنا جميعا. هعمل 1.5 كيلو ليا وهعمل كيلو لماما. جبنا واحد بس بيكنج باودر عشان هياخد منه نص معلقه او ربع معلقه بس كده، وجبنا ريحه كعك، وكيسين فانيليا وكيسين خميره فوريه، وجبنا سمسم، وجبنا نشا وعجوه وملبن. هي دي الحاجة اللي احنا هنعمل بيها النهاردة القراقيش. مش حابة تحطي ملبن ولا عجوة يبقى الموضوع هيوفر معاكي اكتر من كده. هنعمل القراقيش النهاردة بزيت، يا اما زيت ذرة يا اما زيت عباد، بس يكون حاجة نظيفة جدا. وهنعمل كل حاجة النهاردة يا ست الكل على البارد، مش هنقدح الزيت ولا سمنة ولا زبدة ولا اي حاجة. نخلنا 1.5 كيلو دقيق وحطينا ربع معلقة ملح، وطبعا حطينا معلقتين كبار كده ريحة كعك، الباقيين دول هعملهم لماما. وقسمنا الحاجة يعني مع بعضينا، وحطيت كيس فانيليا، وبعد كده طحنت ينسون وشمر، طحنتهم كويس جدا في المطحنة، وخدت نص معلقة كده بتخلي طبعا ريحة القراقيش جميلة جدا. وبعد كده احط بقى ايه السمسم. انا برضو خليت الراجل يقسم لي السمسم ايه على كيسين، يعني بالظبط كده زي 5 معالق. وحطيت ربع معلقه بيكنج باودر وكوبايه نشا. ربع معلقه بيكنج باودر، ما تزوديش في البيكنج باودر، لو زودتي في البيكنج باودر هتلاقيه نفش منك وما بقاش حلو، يعني هتلاقيه العجينه بعد ما تخش الفرن كده وتخرج هتلاقي البسكوت او القراقيش تخينه كده منك وعريضه. هي ربع معلقه بيكنج باودر بس، وكوبايه النشا اللي احنا حطيناها ديت هتخلي معاكي القراقيش من جوه دايبه خالص وناعمه. بصوا عملنا كل حاجه على البارد. 1.5 كيلو دقيق عليهم ازازه الا ربع لتر زيت. انا هنا اخدنا الوقت بتاعنا من 10 دقايق ل 15 دقيقه، هنقعد نبس يعني نفرك العجين كده بايدينا الاتنين. يعني عجنت بتاع 5 دقايق ورجعت غسلت ايدي، وهكمل هبس تاني بقية الوقت بتاعي، بس هعمل الخميرة علشان تاخد وقتها. حطين معلقتين سكر وحطينا كيس خميرة فورية، وبعد كده هنزل بمية فترة في نص الكوباية كده، وبعد كده لازم اغطيها علشان تبتدي تتفاعل وتشتغل الخميرة معايا. هسيب بقى الخميرة كده تشتغل على جنب، وهوريكي تعرفي ازاي تشتغل. هرجع بقى ابس بقيه الدقايق بتاعتي، وهقولك على الملحوظه التانية ديت. هنقعد نبس كده الدقيق لحد ما ما الاقيه يتشرب من الزيت بتاعي او السمنه. واول ما احس كده ان هنا بقولك بص الخميره اول ما هتبتدي تعمل تفقعات كده تبقى خلاص الخميره اشتغلت معايا. بصي الملحوظه التانية ديت، انا بعمل العجين كده بيعمل معايا زي الكوره، يبقى هو كده خلاص. بصي الخميره هنا خلاص ابتدت تعمل تفقعات اهي وتطلع لفوق، يبقى هي كده الخميره اشتغلت معايا. الملحوظه الثالثه بقى، اول ما احط الخميره مش هعجن، انا هبتدي الم العجين كده بالخميره اللي انا نزلتها. انا مش هبعد الكاميرا خالص عشان تشوفي. ولو الخميره يعني خلصت منك كده بالميه بتاعتها، هنبتدي نحط ميه فتره تاني في نفس الكوبايه. وانا مش هعجن، انا لو عجنت هعمل عرق للعجينه وتبقى قلبت معايا عجينه فينو. لا انا عايزه عجينه قراقيش، عجينه كعك، فلازم تعملي الخطوه ديت. احتاجت مني معلقتين. بص انا مش بعجن، انا بنزل ببوكسات كده لتحت كده عشان اشرب بس الزيت وخلاص. على كده هغطيها بقى بتاع 10 دقايق كده على جنب على ما اجيب الصواني بتاعتي. انا العجوه بتاعتي كنت جايباها طريه جدا، والملبن برضو كنت جايباه طري جدا من عند الراجل. انتي لو حاسه ان الملبن ناشف معاكي او العجوه ناشفه معاكي، حطي زي معلقه زيت كده واعمليها بايدك هتطرى معاكي. هنعمل العجوه كده زي صوابع الكفته، وهنحطها كده في النص. بططنا حته العجينه وهنحطها كده في النص كاننا بنعمل قطايف بالظبط.
تمام. واي شكل كده تعمليه على الوش ان شاء الله، حتى لو مش عايزه تعملي اي شكل، عايزه تعملي بالسكينه بالقطاعه، مش حابه تعملي اي شكل، سيبيها كده زي ما هي. ده طبعا ايه الشكل التاني. بططنا كده العجينه كده بالطول كده زي ما انت شايفه، تمام. وهنزل بقى بالقطاعه كده او بالسكينه، حابه تكوني القراقيش رفيعه عريضه حسب الشكل اللي انت عايزاه. هوريكي برضو دلوقتي لو انا حابه ادخل جواها عجوه بس بنفس الشكل دوت. هوريكي دلوقتي عملناها ازاي. هنعملها بنفس الطول دوت كده هوت، وهنحط العجوه في النص وهنتني العجينه. هوريكي دلوقتي كده. خلاص حطينا القراقيش بتاعتنا، وطبعا كنا مسخنين الفرن بتاعتنا مشغلينها طبعا عشان لما نيجي نحط الحاجه ايه تستوي معانا بسرعه، ما تاخدش معانا وقت والحاجه تبوظ مننا. دايما لما بتحطي اي كيكه او اي حلويات او اي مخبوزات وهي الفرن يعني بارده، يعني احط الصواني واجي اشغل الحاجه تبوظ مني، تسكع معايا، تسكع ما تبقاش حلوه. بصي ده الشكل التاني اللي انا قلت لك هنحط فيه ايه عجوه. تانينا بصي العجينه كده على بعض، ما تقلقيش، هي العجينه ايه ملمسها مش طري للدرجه علشان دي قراقيش، تمام. انا كده خلاص قطعت اهوت. دي بالنسبه للي جواها ايه عجوه، حابه تحطي جواها ملبن براحتك، تمام. وطبعا الصواني بتاعتنا مش دهنينها اي زيت ولا اي حاجه ولا اي ماده دهنيه خالص، الصواني بتاعتنا ما فيهاش اي حاجه. نرص القراقيش بتاعتنا كده وندخلها في الفرن تكون سخنه، مشغلينها طبعا على 180 درجه في الرف اللي ايه من تحت خالص، وما نشغلش الشوايه خالص، هو بس يا دوبك كده التهويه كده في اخر 5 دقايق شغلي المروحه بتاعه البوتاجاز. بصوا ده كده خلاص استوى معايا. مجرد ما قلبت كده القراقيش وخدت وش من تحت، ده الكيلو القراقيش بتاع ماما اللي اتعمل معايا ما شاء الله. طبعا بصوا رمى معايا، غير طبعا اللي احنا كلناه انا والولاد. بالنسبه للعجينه اللي هي عامله زي القطايف ديت بتاخد منك استهلاك عجين اكتر، لكن اللي هو عامل زي الصوابع دوت بيرمي معاكي قراقيش اكتر حسب الشكل بقى اللي انت عايزاه. بصي كده القراقيش ماسكه حيلها وفي نفس الوقت دايبه من جوه علشان كوبايه النشا اللي احنا حطيناها. وما تنسيش الملحوظه اللي قلتلك عليها، ما تحاوليش تعجني العجين قوي عشان ما يعملش معاكي عرق ويقلب لعجينه فينو. طب دلوقتي لو انا عايزه اخزن الكميه دي كلها اعملي براحتك زي ما انت عايزه. وهنجيب علب مغلقه كده وهنحط فيها القراقيش بتاعتنا، وبعد كده نحط كيس تلاجة من على الوش ونقفل الغطا ونحطهم ايه. بص الملبن لما بيكون طري من جوه بتاكلي كده حاجه كده بجد طعمها حلو، غير ما تبقى الملبن ناشفه ولا العجوه ناشفه. طبعا بقى مع القراقيش ان هي دايبه من جوه وفي نفس الوقت الملبليه بقى من جوه طريه. ده الكيلو اللي انا عملته لماما لست الحبايب. طبعا بقى خلاص كده لما بنغلف الحاجه كده في العلب نحط كيس تلاجة على الوش ونقفل العلبة بتاعتنا ونحطها في المطبخ أو في أوضة مثلا بعيدة عن الولاد عشان الحاجة ما تقعش مننا اللي احنا تعبانين فيها. وطبعا كوباية شاي بلبن بقى، كوباية شاي سادة على الفطار كده. فطبعا الموضوع معايا موفر جدا، فحاولي على قد ما تقدري بقى ان شاء الله حتى تخشي تجربي نص كيلو من غير اي حشوة وبشوية زيت يكونوا نضاف جدا. وعملنا كل حاجة النهاردة كده على البارد من غير بقى ما قدحنا الزيت ولا قدحنا السمنة ولا اي حاجة، كلهم في بولة واحدة. بس حاولي على قد ما تقدري، انت عايزة القراقيش تطلع منك دايبة من جوه وناعمة كده وفي نفس الوقت ماسكة حيلها. انا كانت بتبصم في ايدي، انت لو تلاحظي كده هتلاقي كده القراقيش كده وانا بلمس كده اهوت، يعني فيها ملمس كده في ايديا، ده تعرفك ان القراقيش دايبه من جوه وفي نفس الوقت ماسكه حيلها. عملنا كل حاجه على البارد. ودي طبعا طريقه سهله خالص، اي ست بيت تقدر تخش تعملها، ولو انت اول مره بتعمليها هتبقى بسيطه خالص معاكي. سمي انت بس الله وخشي ابتدي كده وقولي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بسم الله، وابتدي اعملي الحاجه بتاعتك وطبعا بنفسك طبعا، وطبعا عاملاها بايد نضيفه. ما نضمنش طبعا حاجه الشارع، حاجه البيت دايما بتبقى موفره.
يا رب يكون الفيديو الجميل دوت عجبكم واكون فدتكم بالمعلومات. يا سلام يا سيدي يا سيدي، يا رب اكون فدتكم بالمعلومات الجميله ديت. بحبكم في الله، وما تنسونيش بدعوه حلوه وبالاشتراك وباللايك عشان قناتي تكبر بيكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.